بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليعلم الجميع أن هذا الخطاب له علاقة مع المؤتمر الأخير للكاف الذي انعقد منذ أيام في أبيجان بالكوت ديفوار، والذي من خلاله دخلت الانتخابات لكسب عضوية في المكتب التنفيذي للكاف. كما تعلمون، كسب عضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان من أهم الأهداف التي كنا نعمل لأجلها ونطمح للوصول إليها في إطار الاستراتيجية التي رسمناها وقدمناها أمام الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. أوضح من هذا المنبر أننا بذلنا كل المجهودات واستعنا بجميع الوسائل المتاحة قانونا بما يتوافق مع أخلاقنا وقيمنا لبلوغ الهدف، لكن مع الأسف هذا لم يكفي. لهذا أعلم عن استقالتي من منصب رئيس. والافارقه صدقني يا حكيم، الافارقه يحترمون الجزائر. السيد هذا درنا لكم باش نضحكوا شويه. الافارقه يحترمون الجزائر، لذلك صوتوا فقط 15 على 54 من قد تولوت. 15 افريقي ولا صوت على الجزائر لانهم يحترمونها. لو لم يكونوا يحترمونها لما صوت احد. حتى الزفزاف يمكن ما يصوتش على راسه. ملي تسمع بحال هادو تيدويو ما يمكن لك يضحك. دابا نجيو نشوفوا الناس اللي بعقلهم. قبل ما نشوفوا الناس اللي بعقلهم نشوفوا المذيع الرسمي ديال التلفاز الجزائري المتحسر وافهمه، لان السيد باين بعقله. 10 أيام فقط سقط فيها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، قبله عمارة وقبله زتشي وقبله روراوة، جميعهم من 2017، ولا واحد فيهم استطاع أن يلج عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ما الذي يحصل بالضبط في أروقة كرة القدم الجزائرية؟ سقط زفيزف، سقط زتشي، سقط عمارة، وسقط روراوة قبل ذلك. وسقطت روراوة هي أكفس سقطة في تاريخ الجزائر، 7 أصوات ضد 47 للقجع في إثيوبيا. ما نساواش روراوة هيمنة على الكاف وعلى الفيفا وعلى من 2004 حتى 2017، 13 سنة. لأن المغرب ما كانش حاضر. المغرب ما كان عنده حتى سياسة إفريقية في الرياضة. هذا واقع. منذ أن جاء المغرب وأصبح يعمل في إفريقيا رياضيا منذ 2014، بعد 3 سنوات روراوة تقدم أمام القجع وانهزم هزيمة مذلة جدا. والهزيمة ما عندها حتى علاقة بشخص روراوة، ولا شخص روراوة بعد ذلك فاز في الاتحاد العربي. لأن شخص روراوة رجل كاريزمي، رجل ديال الحوار، لا علاقة له بالحكام الجزائريين. روراوة لا علاقة له من حيث التربية والأخلاق والقيم بالحكام الجزائريين، ولكن هازم لأن المغرب سيطر فعليا، وهذا هو الواقع. نشوف واحد السيد بعقله آخر اللي تيتكلم. أحب أستقيل لأنني فشلت في أخذ منصب في المكتب التنفيذي للكاف. أنا أقول بأن سبب الاستقالة لا يعود إلى هذا الإخفاق، لأن هذا الإخفاق كان مبرمج، وهذا الإخفاق الكل كان يعلم بأن سفيزف سوف لن ينال هذا المنصب. رغم ذلك الرجل يعني ركب رأسه مثل ما يقال وذهب إلى أبيجو وذهب إلى أبيجان. يعني السيد تيقول لك زفيزف ما عنده حتى امل باش يفوز بالعضويه.
لا امل، ورغم ذلك تعكس ذهب لاعب الجون لانك خيل له ان انفونتينو لا سيسانده. انفونتينو هو تيمشي يصوت ولا موتسيبي، لان انفونتينو يستقبلوا الجزائر ويستقبلوه ويتهلاو فيه وداك الشيء. بغيتي نقول له ما عندكم حتى امل. انفونتينو ديك السياسه، هاد الشعارات سالات، هاد الشعارات سالات. وهذا السيد دائما المحلل الجزائري يكمل. روراوا اقترح على الرجل منذ شهر أن يساعده، الرجل رفض المساعدة. بهلول اقترح على الرجل المساعدة، رفض المساعدة. ربما سفيزف والمحيط الذي كان. لماذا رفض المساعدة؟ لأنه كان يظن بأن لديه ضمانات من أعلى المستويات في إفريقيا وفي الفيفا. دابا مشي هذوك اللي عطاوه الضمانات، وهذا راه باش يعاون سفيزف. راه ما عاونش راسو في 2017. واش مازال ما فهمتيو الفيلم؟ واش هذا الفيلم صعيب لهاد الدرجه باش تفهموه عباد الله؟ راه في 2017 خسر ب 47-7 باش يعوز. راه كان مصاحب مع الله يرحمه سليم التونسي، كان مصاحب مع عيسى حياته، كان مصاحب مع دياكيتي المالي، كان مصاحب مع بهامجي ديال بوتسوانا، كان مصاحب مع سعيد بالخياط من المغرب. راه هذا الجيل الجديد لا علاقه له بروروا، لا علاقه. ولو كانت له علاقه بروروا لفاز روروا هو شخصيا. رجل اللي عنده تجربه وعنده تواجد وعنده وجود. واش مازال ما فهمتي انه واخا يعاونوا اي واحد